السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. في فيديو اليوم سنتحدث عن موقف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي قبل انطلاق كأس أفريقيا، ونتناول العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بتشكيلة الفريق وضغوطات الاستعداد. سنغوص في تفاصيل مثيرة حول اللاعبين وأهمية هذه البطولة بالنسبة للمغرب، فابقوا معنا حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة. أول موضوع سنتحدث عنه هو تحدي ضخم يواجه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. الركراكي اعترف مؤخرا بفشله في إيجاد ثنائي دفاعي قوي يملأ فراغ القائد رومان غانم سايس ونايف أجرد، اللذان كانا يشكلان العمود الفقري لخط الدفاع المغربي. سؤال مهم هنا، لماذا يواجه الركراكي هذا التحدي رغم توفره على العديد من المدافعين الممتازين؟ أم هو الضغط الهائل بسبب اقتراب كأس أفريقيا؟ لا يخفى عليكم في كرة القدم خاصة في مركز الدفاع مسألة التناغم والانصهار بين اللاعبين أساسية جدا. وفي هذا السياق جرب الركراكي عدة أسماء مثل نايف أجرد وأشرف داري وعبد الكريم عبقر وجمال حرقاس، بل حتى جواد اليامق ويونس عبد الحميد، ومع ذلك لم يتمكن من الوصول إلى ثنائي مثالي يرضيه ويعطي الثقة للجمهور. وهنا نتساءل، كيف يمكن للركراكي أن يتجاوز هذه العقبة؟ وهل الوقت كاف لحل هذه المعضلة قبل البطولة؟ الأمر لا يقتصر فقط على الدفاع المركزي، بل يتعدى إلى الظهير الأيسر الذي يعاني أيضا من عدم الاستقرار، فقد تم تجربة أكثر من لاعب مثل يحيى عطية الله وأدم أوزنو وحتى يوسف بالعمري. الضغط هنا كبير لأن المنتخب المغربي أمام تحدي ضخم لتكرار الإنجازات الأخيرة، والجمهور المغربي يتابع بشغف وينتظر من الركراكي أن يجد حلولا سريعة. هل تتوقعون من المدرب الركراكي من إيجاد التشكيلة المثالية؟ والآن سننتقل إلى الخبر الثاني عن اللاعب إبراهيم دياز، وهو من أفضل الأخبار التي سمعناها اليوم. كما تعلمون واجه إبراهيم في السابق بعض التحديات، وكان هناك بعض الجماهير التي تظن أن اختياره للمنتخب المغربي كان خيارا ثانويا بعد إسبانيا، ولكن جاء التأكيد الرسمي من اللاعب نفسه، حيث رفض اللاعب الإسباني رغم رغبتهم الكبيرة في ضمه، وأعلن رسميا اختياره للمغرب. صرح إبراهيم دياز قائلا: أنا فخور بارتداء قميص المنتخب المغربي الذي يواصل نموه، وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة الكبيرة. حلمي هو أن أصنع التاريخ مع المنتخب المغربي، وسأبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير المغربية. هذا التصريح القوي من إبراهيم دياز يرسل رسالة واضحة للجمهور المغربي، ويؤكد على اختياره الصادق للمنتخب المغربي. كما نلاحظ هناك تواصلا واضحا بين الجمهور المغربي بعد المباريات، وهذا يعكس ارتباطه القوي والشعور بالانتماء. إن مثل هذه التصريحات تلهم الأجيال الصاعدة وتؤثر في اللاعبين من أصول مغربية الذين يواجهون خيار اللعب بين بلدين، حيث أظهر مثال إبراهيم دياز على اختياره الصائب ورفضه للضغوط الإسبانية، وهذا له تأثير كبير في تشكيل الأجيال القادمة. الحديث عن اللاعبين المغاربة في أوروبا يقودنا إلى النجم الشاب أدم أوزنو. كما لاحظتم تزايد الأخبار حول أدم أوزنو بشكل ملحوظ، حيث أصبح محط اهتمام إعلامي كبير سواء من الإعلام المغربي أو في الصحف المغربية وحتى الصحف الغربية. قبل ساعات قليلة نشرت صحيفة إيسا الإسبانية، وهي من أكبر الصحف في إسبانيا، مقالا جديدا مخصصا للحديث عن أدم أوزنو وإنجازاته بعنوان أدم أوزنو جوهرة برشلونة تتألق في بايرن. قبل أن نبدأ بقراءة ما ورد في المقال، ينبغي أن نوضح لكم نقطة مهمة. يبدو أن اختيار أدم أوزنو للمنتخب المغربي لم يلقى قبولا لدى الإسبان، خاصة وأن صديقه قد اختار اللاعب الإسباني رغم اهتمامهم الكبير بضم أوزنو. إسبانيا كانت تسعى لضم كل من أوزنو ولامين يامال معا، ولكن اختيار آدم للمنتخب المغربي يعتبر خطوة كبيرة لمصلحة المغرب، وهو ما أثار استياء الإسبان على المستوى الإعلامي وربما حتى على المستوى الرياضي. علينا أن نفهم هذا الأمر بعمق. نعود إلى المقال الذي نشرته صحيفة إيسي حول اللاعب أدم أوزنو. ذكرت الصحيفة أنه بعد خروجه من أكاديمية لاماسيا ظهر أوزنو البالغ من العمر 18 عاما لأول مرة في الدوري الألماني مع فريق بايرن ميونخ. وصفوه بالظهير الأيسر الإسباني، متجنبين الإشارة إلى جذوره المغربية، وأشاروا إليه كجوهرة جديدة للفريق البافاري، وأنه قد يكون البديل المحتمل للاعب ألفونسو ديفيز في حال رحيله عن النادي.
ومع ذلك لم يستطيعوا تجاهل حقيقة أن أوزنو اختار اللعب للمنتخب المغربي، إذ صرح اللاعب مباشرة بفخره بتمثيل المغرب، كما أبدى فانسون كومباني مدربه إعجابه به، مشيرا إلى أنه يسير على خطى لاعبين كبار مثل ديفيز. يذكر أن ديفيز يعتبر من أفضل الأظهرة على مستوى العالم، مما يزيد من أهمية أوزنو كموهبة شابة، خصوصا في هذه المرحلة المبكرة من مسيرته. هذا التألق والإصرار من الشباب المغاربة يمثل تحولا إيجابيا في نظرة اللاعبين من أصول مغربية تجاه تمثيل المنتخب المغربي، فقد أصبح اللاعبون أمثال أوزنو وإبراهيم دياز وأشرف حكيمي مصدر إلهام للأجيال القادمة وللعائلات التي تسهم بقراراتها في تحديد مستقبل أبنائها الرياضي. وقد أثرت هذه النجاحات في جذب لاعبين صاعدين كإلياس بن صغير. الآن سننتقل بكم إلى خبر آخر يصدم الكثيرين، وهو قرار اللاعب الشاب ياسين العياري بتمثيل منتخب السويد بدلا من المنتخب المغربي. ياسين العياري من مواليد 2003 ويعتبر من المواهب الصاعدة والمميزة، فقد أبدع مع ناديه في السويد وجذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن وصل إلى الدور الإنجليزي الممتاز مع نادي برايتون. السؤال المحوري هنا: لماذا اختار العياري السويد رغم أصوله المغربية والتونسية؟ فوفقا لبعض التقارير، العياري كان يريد تمثيل المغرب، ولكن بسبب تجاهله في مرحلة سابقة من الإدارة الفنية للمغرب قرر الانضمام للسويد. فهل تعتبرون هذه خسارة كبيرة للكرة المغربية؟ والملفت أن العياري مثل بالفعل منتخبات السويد في الفئات العمرية المختلفة. والملفت في الأمر أن العياري مثل بالفعل منتخبات السويد في الفئات العمرية المختلفة، والآن أصبح ضمن المنتخب الأول. هذا النوع من القرارات يطرح الكثير من التساؤلات حول كيفية تعامل المنتخبات مع المواهب الشابة في الخارج. ما رأيكم؟ هل كان بالإمكان التعامل بشكل أفضل مع العياري ليختار المغرب؟ هذه كانت أبرز المواضيع والتحديات التي تشغل الساحة الكروية المغربية. أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول استعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، ومدى تأثير هذه التغيرات على مستقبله. شاركونا آراءكم وتوقعاتكم.